النهارده يا سيدي انا جنب ارخص عربيه زيرو اوتوماتيك في مصر، ارخص حاجه ممكن تركبها وتكون اوتوماتيك في السوق المصري كله. معانا الجميله سوزوكي اسبريسو بنسختها الجديده الاوتوماتيك. العربيه دي بقى حلوت خالص واتضاف فيها كام حاجه كده لذيذه، تعالوا نتعرف عليها. العربيه يا سيدي اتضاف فيها شاشه، والشاشه دي فيها كونكت لينك مع الموبايل، يعني العربيه دي ممكن توصل بيها موبايلك الاندرويد او الابل عادي، تمام؟ ده غير طبعا البلوتوث. واتضاف فيها تحكم في الطاره، وتكييفها ممتاز ممتاز ممتاز، والعدادات ديجيتال. العدادات عندنا ديجيتال. من جوه بقى عندنا التراكشن كنترول والاي اس بي، والعربيه بقى فيها زرار تحكم في فصل الموتور تلقائي لما بتقف في الزحمه. كمان يا سيدي اتضاف فيها مرايات تحكم في المرايات كهرباء، ودي حاجه لطيفه. المهم بقى عندنا دلوقتي جنود تو تون، واللي عجبني قوي في العربيه التصميم الخلفي. العربيه من ورا فيها سنسور خلفي، وفيها تصميم خلفي مميز بالاضاءه دي كده، هو عجبني بصراحه التصميم الخلفي، يمكن عجبني اكتر كمان من قدامي. العربيه دي بسيطه خالص، قال لك احنا هنقدم العربيه بموتور 1000 سي سي فقط. الموتور ده بيطلع 67 هورس باور، متوصل بفتيس اوتوماتيك من 5 نقلات. الموتور ده بيستهلك 4 لتر بنزين لكل 100 كيلو، وده استهلاك عالمي مش هتحس بيه. 4 لتر ده يعني حوالي ازازتين عصير، يعني مش هتحس بحاجه. موضوع بسيط خالص يعني. العربيه دي بقى يا سيدي تميزت بحاجه مهمه جدا، اعتماديه خالص، محدش بيشتكي منها، وزيرو اعطال. وعايز اقول لك ان هي مش بس مناسبه ليك لو انت بتبتدي بدايه جديده مع العربيات، او لو انت كواحده عايزه عربيه وتوصلي ولادك المدرسه وتبتدي كده بدايه حلوه مع العربيات. لا، ده العربيه دي كمان بتشتغل ومحققه نجاح باهر في الشغل. عربيه شغل وعربيه اقتصاديه وقطع غيارها متوفره وكويسه. العربيه دي شغاله بالذات في منطقه الجيزه، في حدائق الاهرام واكتوبر، شغاله نار والناس مبسوطه منها ومحدش بيشتكي منها، فدي حاجه لطيفه. الفكره بقى ان انا حاسسها غلبانه كده في وسط الحاجات اللي انا واقف قصادها دي، يعني حاسسها ان هي غلبانه خالص. ما تيجي كده يا استاذ محمود تنورنا ورا؟ تعالى كده يا باشا، شوف لنا الدنيا فيها ايه ورا. القعده ورا عامله ازاي؟ هي القعده مريحه، انا طولي 180 سم، يعني رجلي مش واصله للكرسي، انك يعني يا استاذ محمد مرجع الكرسي ورا شويه. العربيه سقفها كويس واسعه ما شاء الله، ولو قعدت برده الناحيه الثانيه مرجع الكرسي شويه ورا، برده في مساحه مكان، ومفيش حاجه في السقف مخبطه فيك بتاع خالص خالص. ده كلام لذيذ. المساحات قدام وورا فعلا مريحه، وده ما يبانش على العربيه من بره. العربيه من بره شكلها صغير بس من جوه تحير. تعال بقى نشوف مساحه الشنطه عامله ازاي. افتح يا ريس، مفيش حاجه بتتفتح من ورا في الشنطه. هما بقى قال لك ايه، احنا هناخد الديزاين التقليدي بتاع تحط المفتاح ورا وشغل بقى ايه. كتالوج مساحه خفيفه جدا، حوالي 240 لتر، 200 حاجه و30 لتر تقريبا. دواساتها، كتالوجاتها محترمه، عربيه محترمه، جاي معاها حاجتها وبتاع، مش جايه لوحدها. بس يا سيدي ده كل اللي انت محتاج تعرفه عن سوزوكي اسبريسو. ارخص عربيه اوتوماتيك في مصر، عربيه تشتغل بيها، عربيه لو لسه بتبتدي في العربيات، وعربيه كويسه لو انت معاك اقل بادجت ونفسك تركب عربيه زيرو. سوزوكي اسبريسو عندها الموضوع ده.